ايه اجمل فرحه. ايه شكلكم كده واقفين عشان العيديه. كل سنه وانت طيبه يا مكه. وانت طيب يا بابا. دورك يا دودو، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا بابا. كل سنة وانت طيب يا حمودي. في يا لولو، ما انت هتقلبيهم من العيال وانا مش عارفك. يا محمد يلا عشان نفطر رنجة. بصي انا شبعان بس شكل الرنجة يفتح النفس. كل يا شيخ، ده احنا بقالنا شهر بنحلم بالرنجة. هو ما تهلفيش بس يا لولو. افتح لك واحدة كمان؟ هفتح لك من غير ما تقول. جبت بقى طبق بطيخ يرطب على قلبنا بعد الرنجة. انت نمت. انا خرجت كتير النهارده في الانتريه، اقوم بقى اكل البطيخ في البلكونه. لسه بتاكلي يا لولو؟ اعمل ايه؟ ما انا زهقت. خرجت من البلكونه للانتريه للصاله للصالون لما زهقت. ما انت خرجت في كل الاماكن دي يا لولو، شويه كده وخرجك هتملي بقى بستانه سنين. انا نفسي جزعك. انا هقوم اعمل طبق فواكه كده ونجيبه ونروح نقعد في الانتريه الرصاصي. احنا مش قعدنا فيه النهارده. عندك خوخ يا لولو؟ عندي. اعمل لك؟ يلا. احلى طبق فواكه. تزيدك يا لولو، والله انت مروقه علينا. هو العيد ايه غير اكل؟ كل سنه وانت طيب. بس انا حاسه ان نفسي ماعد كده. انا اقوم اشوف لي مخللاه في التلاجة كلها. مش اكيله انت يا لولو. تاني رنجة يا لولو، مش خايفه يجيلك تسمم؟ لا طبعا، الرنجة سمك مدخن مش بتجيب تسمم. تاخد تحدق. صدق اقنعتيني. تنزل يا محمد تجيب لنا فلاجين من الصيدليه مطهر معوي. لا بصي، هتبقى كيس فران من جوه. يا ماما مش هنخرج بكره ان شاء الله في ايس كريم في التلاجة. روحوا خدوه واقعدوا في البلكونه.